مجريات المباراة. حنا كمجموعة هنايا في الوفد المغربي بعد هذا الأداء المشرف للشباب، نظن أنه من البديهي أننا نقدم تشكراتنا لصاحب الجلالة الملك حسن محمد السادس نصر الله على الدعم الكبير، لأنه صاحب الرؤية الرياضية الثاقبة وصاحب الرؤية في جميع المجالات. الداعم الأول للشباب المغربي بالإمكانيات بالأكاديميات على غرار أكاديمية محمد السادس، وأيضا على مستوى البنيات التحتية التي يحضروا فيها اللاعبين الشباب لمستويات عالمية. وكنتيجة لذلك شاهدنا الأداء المشرف ديال هذه المجموعة الشابة من اللاعبين. هذا من جهة. طبعا من ناحية المباراة كما شاهدتوا هي تيبيكمون مباراة نهائية فيها ندية كبيرة، فيها سيناريو أيضا يليق بمباراة نهائية. الفريق الخصم عطفا ربما على أداء ومجهوده أيضا يستحق، يجب أن نهنئه لأنه فائز مستحق في نهاية الأمر، لأنه قام ببطولة في مستوى كبير. وإحنا يمكن لنا أيضا نهنئ أنفسنا على المستويات، على الأداء، على الانضباط، على الروح اللي أبانوا عليها اللاعبين، الروح الرياضية أيضا اللي كانت جزء مهم من توجهنا على مدار جولات البطولة يعني. شكرا كوتش سعيد. راح ناخذ 3 أسئلة. السؤال الأول من فوق. السلام عليكم. سي سعيد شيبان، نهنيكم على المردود تاعكم. يعني طيلة تواجدكم هنا بالجزائر يعني كان بشهادتك انت كنتوا يعني انكم حظيتوا باستقبال جيد، لكن قبل اشهر من الان كانت الاتحادية الجامعة المغربية رفضت تنقل ماشي وقت التصوير، الا خرجونا في ارضيه الميدان كاين ماتش هو. هذا بكم خرجونا في ارضيه الميدان. هذا بكم خرجونا في ارضيه الميدان. هذا بكم خرجونا في ارضيه الميدان. قبل هذا يعني شفنا الفريق المحلي المغربي كان حرم من المشاركة في الشان. اليوم بمشاركتكم اليوم ويعني ما لقيتوا حتى مشكل، تشوف بلي انه سقط من الجامعة المغربية خلال الشان اللي كانت اثرت ربما على النظرة تاع الجامعة حول مشاركتها والعلاقة مع الجامعة. كمال، الأسئلة راح تكون على المباراة النهائية من فضلكم. من فضلكم مباراة نهائية من شكر. Question here please. تفضل. Question here please. من فضلك كمال. الأسئلة عن النهائي. تفضل كوتش. Sati Shaker in Paz Magazine. Commiserations, coach. Thank you. You've Thank you. lost this final, but you're still going to the World Cup. So what do you take out of this particular match and this tournament to take to the World Cup? ما سمعتش السؤال. Can you repeat the question again? Can you repeat the question please? Yes. Commiserations, coach. Sorry. You've lost this particular match in the final, but you're still going to the Under-17 World Cup. So what do you take out of the tournament as a whole and this particular match to the World Cup itself? طبعا اي لغه بغيتونا نقولوها لكم، خرجونا في ارضيه الميدان. طبعا الاستفادة كانت كبيرة، لأنه رغم خسارة يعني هذه بطولة مكونة للاعبين في هذا السن. كان مهم أننا نلعبوا يعني الماكسيموم ديال المباريات، لعبنا كل المباريات وصلنا كاين ماتش غدوه. هذا بكم خرجونا في ارضيه الميدان، كاين ماتش غدوه. طبعا الاستفادة كبيرة، لأنه شيء مكون بالنسبة للاعبين يلعبوا ببطولة قارية في هذا المستوى خصوصا الفني. والمنتخبات شفتوا اللي وصلت للمربع منتخبات من قيمة كبيرة، الفوز عليها تيطلب يعني تحضير جيد، مستويات جيدة. تنظن أنه أحسن تحضير لكأس العالم هو أنهم يلعبوا هذا النوع من المباريات، أنهم يتعلموا أيضا من الخسارة، لأنها جزء من اللعبة، جزء من تكوينهم، جزء من تكوين الشخصية ديال هاد اللاعبين الصغار. نتمنوا أنه يعني بعد فترة ديال الراحة نقوموا بعمل تقييمي للمشاركة
ونستخلصوا ربما العبر باش ربما نصوبوا او يعني نصوبوا اي اعوجاج كان في عمليه التحضير، في عمليه التعاون مع المباريات، ونمشيو لكأس العالم مسلحين اكثر من اللي جينا هنايا، ونكونوا ربما ان شاء الله ممثل يعني في المستوى القاره الافريقيه، بما اننا حضرنا بشرف تمثيل القاره الافريقيه، وهذا شرف كبير يعني. Last question here. السلام عليكم السلام كوتش. ياسين قالم تلفزيون أهلا الجزائر وسهلا. الدولي. اهلا بك. ربما شفنا المنتخب المغربي يعني سيطر طيله الشوط الاول وحتى في الشوط الثاني، حتى انه شفنا اللاعبين خلاص كانهم شافوا نفسهم توجوا بالبطوله، وما تشوفش بلي الثقه زايده هي اللي خلاتكم تخسروا اللقاء، وزادت من المراره تاع الهزيمه، خاصه انه المنتخب خلاص شاف روحه توج بالبطوله. شكرا. طبعا يعني النتيجة قاسية على اللاعبين خصوصا في هذا السن، لما تيكونوا في هذا السيناريو يعني متقدمين. اتفق معك لأنه في الشوط الأول ربما اللي كان عندنا ربما حظوظ أكثر للتسجيل، لكن يجب الاعتراف أنه أيضا في الشوط الثاني الخصم فرض علينا يعني اندفاع وإيقاع وكاليتي دي جوار أيضا، وحطنا في مواقف صعبة نوعا ما. فما تنظنش انه افراط يعني في الثقه بقدر ما انه ايضا للخصم لو ميريت ديالو، يعني يجب يعني نردوا المنتخب السنغالي ما يستحق، لانه منتخب قوي. كان عندنا ربما امكانيه انهاء المباراه ربما بهدف ثاني في الشوط الاول يخلينا ربما نسيروا المباراه باريحيه، ولكن هذه هي كره القدم حتى بالنسبه للكبار، فما بالك بالنسبه للصغار اللي ونيفو ربما ديال التدبير ديال المشاعر، وهذا صعب شويه جدا. لذلك احنا فخورين بالوليدات الصغار. شكرا كوتش، ونتمنى التوفيق لمنتخبكم وليكم ان شاء الله. شكرا لكم على طوال البطوله، المعامله المحترمه. نتمنى اننا كنا في مستوى حتى في لقاءاتنا.